الجيش المصري من اكتر الجيوش اللي بتزرع الغل في قلوب البني ادمين. تخيلي كده لو مفيش حاجة اسمها جيش في العالم كله. استراليا عايشة ده على فكرة. استراليا عايشين عادي جدا، وبتسمعي قد ايه استراليا فيها حاجات لطيفة وما فيهاش مشاكل. استراليا لما بيحصل فيه مشكلة عندها بتكلم الجيش الانجليزي. بغير كده استراليا ما عندهاش جيش اصلا. قارة بحالها، قارة كلها ما فيهاش جيش عادي، مش عندهاش اي أسم. لما تتكلمي الجيش الامريكي بتحسي بالقوة والغطرسة الحقيقية، مش شبه الجيش المصري. لو مطلوب مننا ننضم الجيش يبقى ننضم الجيش يحبنا ويخاف علينا ويعملنا حلو. كل الناس اللي بتتعامل مع دول العالم الاجنبي بيكفوها من كل حاجة وهم مصريين، فما بيغيروا ولقاهم انتمائهم للدولة. ايه ويكلمونا احنا بقى كمواطنين قد ايه هم استنفعوا ولقوا خير لما عملوا دول العالم اللي هم بيقولوا عليها وحشة دي. بيخافوا على مصلحتنا، بيبقوا عايزين حاجة خير، وانا صعبانة عليهم حالنا، بس هم مش مجبرين ينصحونا على فكرة. وبغض النظر عن دول العالم العربي او الاجنبي، ليه تتعامل مع ناس تقلل من قيمتك او تضايقك؟ انت اللي غلطان وتستاهل. عقلية الجيش المصري بتبرمجك على انك تتقبل الاهانة والاذى، تعشق اللي بيذلك، تتقبل الضرر والايجاع والاهانة والمعاملة الحقيرة. ليه؟ ايه اللي يدرعك تتقبل اي معاملة حقيرة ايا ما كانت من اي بني ادمين؟ تستاهل، مش انت اللي جايبه لنفسك.